في تطور دبلوماسي لافت على مستوى القارة الإفريقية، أعلنت مالي بشكل رسمي سحب اعترافها بما يسمى الجمهورية الصحراوية، في خطوة اعتبرها مراقبون تحولاً استراتيجياً في مواقف بعض الدول الإفريقية تجاه قضية الصحراء المغربية. ويأتي هذا القرار في سياق تحولات إقليمية متسارعة، حيث يشهد ملف الصحراء دعماً متزايداً لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب باعتبارها حلاً واقعياً وذا مصداقية تحت إشراف الأمم المتحدة. ويرى محللون أن هذه الخطوة تمثل ضربة دبلوماسية جديدة للطرح الذي تدعمه الجزائر، والتي تعد من أبرز الداعمين لجبهة البوليساريو، خاصة في ظل تزايد عدد الدول التي قررت في السنوات الأخيرة سحب اعترافها أو تجميده. كما يعكس القرار المالي توجهاً متنامياً داخل القارة نحو إعادة تقييم المواقف التقليدية والبحث عن حلول سياسية واقعية تنهي نزاعاً طال أمده في المنطقة. ومن المنتظر أن يكون لهذا التطور تأثير على موازين القوى الدبلوماسية داخل الاتحاد الإفريقي، وقد يدفع دولاً أخرى إلى مراجعة مواقفها في ظل المتغيرات الجيوسياسية الحالية.